بتتكلم على مارسيل كولر، انا شايف ان هو مدرب ذكي، بس ما تقدرش تحكم عليه غير في الماتشات الكبيره. يعني في الدوري برضو الاهلي او الزمالك المفروض لو هي من غير مدرب المفروض يكسبوا. يعني انت شايف وجهة نظرك ان كولر لما اتحط في اختبار حقيقي وقوي قدام الفرق الكبيره ما قدمش اوراق اعتماده بالظبط. خلي بالك هو لاعب نادي الزمالك في اسوأ حالاته. يعني نادي الزمالك دلوقتي في اسوأ حالاته، حتى لما لعبوا في السوبر نادي الزمالك كان سيء جدا جدا جدا. لو تفتكر الماتش في المباراه 1-0 كان وحش، وكان وحش في الدوري. والفرق اللي بيقابلها الاهلي خلي بالك بيكسب، بس لو هتقارن الاداء بتاع النادي الاهلي مش احسن حاجه. مارسيل كولر مباراه بحجم مباراه فلامينجو يعتبر فاينل، بتلعب على ميداليه، فلازم ان يبقى عندك ثبات في التشكيل، لازم تلعب بالقوام الاساسي اللي رجله في الملعب. انا شايف ان هو كان لازم يتعامل بالمنطق ده. انا شايف ده مش ماتش روتيشن، ان هو ما يلعبش بخالد عبد الفتاح من البدايه ومروان عطيه ويغير الطريقه بالظبط. انا يعني شايف ان انت بتلعب بطوله كبيره، بتلعب على مركز ثالث ورابع في كاس عالم انديه، مش مثلا ماتش في نص الدوري. لا فرقه مش قليله، فلامينجو دي فرقه كبيره وكمان يعني. ده مش ماتش مثلا في نص الدوري اللي هو لو خسرت نقطه او اتنين تقدر تعوض بعد، لا ده ماتش تحديد مركز ثالث ورابع. فلا شايف ان الروتيشن ما كانش وقته في الماتش ده.